واحد طلق مرته وصابها تهضر مع واحد عادي، هو نفسه قال لي انا والله غير عادي، قال لي كنا في عرس، لكن قالها شكون هذا؟ قالت له واش دخلك؟ كيف تقولي له واش دخلك؟ قولي له هذا واش يكون. سائلة تقول: هجرني زوجي منذ 4 سنوات لا يكلمني، ولكنني لمصلحة الأطفال نعيش في بيت واحد، لا حول ولا قوة إلا بالله. 4 سنين، 4 سنين عايش عند مرتك وعايش معاها ولا تكلمها ولا تكلمها، يعني راك قابل منها تغسل لك حوايجك، وقابل منها تطيب لك طيابك، فطورك، عشاك، قهوتك، تفرش لك فراشك، هذه كاع راك قابلها، إلا أن تكلمها 4 سنين. واش من القلب عندك؟ جاز عليك العيد الصغير رحت هنيت كاع الناس، إلا الزوجة تاعك. جاز العيد الكبير هنيت كاع الناس، إلا الزوجة تاعك. يعني هذا باش تشد العداوة 4 سنين مع إنسان عايش معك يخدمك في نفس البيت، يعني هذا قلب لا خليني، حسبنا الله ونعم الوكيل. تقول: هجرني زوجي منذ 4 سنوات لا يكلمني، ولكنني لمصلحة الأطفال نعيش في بيت واحد وتحت سقف واحد، ولكنه لا يكلمني ويعاملني كامرأة أجنبية في بيته، فهل يعتبر هجره لي طلاقا؟ لا، هذا ليس طلاق. الطلاق إذا تلفظ الرجل بالطلاق أو حكمت المحكمة بالطلاق، ما راكيش مطلقة. إذا حكمت المحكمة القاضي بالطلاق وقع الطلاق، إذا تلفظ الرجل بالطلاق وقع الطلاق. أما راهو ساكت، لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. واحد الراجل ما يهدرش مع مرته، ما يهدرش معها كاع، يهدر لها غير بالورق، يكتب لها. واحد النهار حط لها ورقة مكتوبة: غدوة عندي اجتماع مهم لازم تنوضيني على 6 تاع الصباح. ورقة هكذا قراتها، دات عينه، رقد يا وناض على 11 10 ولا 11 ولا، المهم راح الحال خلاص، ناض على 11 صاب ورقة مكتوبة. واش مكتوب فيها؟ يا راجل نوض اي 6. شفت، هو ما قبلهاش، هو ما قبلش هذه، هي تاني جاوبته بالورقة، جاوبته بالورقة، كتبت له: يا راجل نوض راي 6. شفت كيف هاك عايش مع امرأة؟ سبحان الله. وربي قال: وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. بالمعروف يعني جات حاجة تغضب، كاين حاجة تغضب، خلاص اغضب هذيك دقيقة واحد، ما قال لك ما تغضبش. كاين حاجة تغضب، اغضب، ولكن من بعد خلاص. واذا هذه الحاجة اللي تغضب لابد لها من الطلاق، طلق. ما كاش هذيك تاع راني صابر على جال دراري، هي راهي تخون فيه وراهي في الحرام وفي الكبائر، وهو زعما اني على جال دراري. لا، واحد الراجل طلق مرته، طلقها وعاود الزواج. جات هذيك المرأة تشتكي لي، جات عندي شكات لي، رحت ليه قلت له: يا رجل لا طلقت هذه المرأة، وكيف هي ما حكاتيش الأسباب، على سبها ما على بالهاش. قال لي: طلقتها على جال كلمة رويجل هكذا. قال لي: دائما نقولها يا مرأة ما تقولي ليش رويجل قدام بابا ويما وخواتاتي. قال لي: هي لا أو جا رويجل أو راح رويجل وين راه رويجل، رويجل راني طيبت له. قال لي: عييت معاها. قال لها: ما تعيطي ليش رويجل، شت تهينه طيح به تصغر به ترد لا شيء. قال لها: نقول عيطي لي راجل سميني باسمي. هي لا رويجل، طلقها وعاود الزواج. شفتوا كيف كاين حاجات ماشي تتعلق بالشرف ولا لا، ولكن تتعلق بالمعاملة الحسنة، بالأخلاق الحسنة. أنا استفتاني إنسان، ما تجيش في راسكم،
كل يوم صباحا، وهو شخصية محترمة مهمة، مرته ترفد الكوستيم نتاعو، كوستيم ترفدو ترميه له في الأرض تقول له البس. علاه؟ مرة زوج ثلاثة ينوض يصيب حوايجه مرميين في الأرض تقول له البس، يعني يصيب روحه مضطر، وهو عنده مواعيد لابد يكون فيها، عنده اجتماعات، عنده مكانة، لازم يصيب روحه يرفد من الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله. فطلقها. واحد استفتاني كيف مرته دايره دونتي هذيك السنان الاصطناعيين دونتي، قال لي نجي من الخدمه يصيبها حطتهم في طبسي فوق الطابله، حطها فمها، وفمها شغل عجوزه تكمش فمها، هو غير يشوف اسنانها فمها فوق في طبسي تاع العشاء محطوط فوق الطابله، ينغلق ما يقدرش ياكل. قال لي ما نقدر لا ناكل لا نتعشى لا حتى حاجه. حسبنا الله ونعم الوكيل. كاين اشياء تؤدي الى الطلاق، يعني تستطيع المراه ان تتفاداها، اما لا انت تفاديها، علاش تروحي ديريها؟ علاش عندك هذيك عقليه ما فيها والو؟ واحد طلق مرته وصابها تهضر مع واحد عادي، هو نفسه قال لي انا والله غير عادي، قال لي كنا في عرس، لكن قالها شكون هذا؟ قالت له واش دخلك؟ كيف تقولي له واش دخلك؟ قولي له هذا واش يكون. حسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاد عاود رجعها بعد مدة زمنية، زاد عاود رجعها للبيت نتاعو، زاد بعد مدة زادت راحت، كي راحت يعني للخطرة الثالثة زاد عيط لها في التليفون، هضر معها مكالمة هاتفية هي وهو، قال لها راكي طالق. نعم يا سيدي أنا أستمع إليك. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشرك ولا بأس؟ والله الحمد لله. مرحبا بك يا سيدي. الحمد لله. شيخ عندي سؤال. نعم. عندي يعني صديق لي يعني في مسألة الطلاق. ايه؟ يعني هو طلق الزوجة نتاعو، طلقها قال لها أنت راكي طالق، يعني وجها لوجه. ايه؟ وبعد ذلك راحت لدارهم، يعني بعد مدة زمنية عاود رجعها للبيت نتاعو. نعم. بعد ما عاود رجعها للبيت نتاعو زادت راحت عيط لها في التليفون وقال لها أنت طالق، يعني المرة الثانية في الهاتف قال لها. هي سمعته وهدر معها ديريكت. نعم. زاد عاود رجعها بعد مدة زمنية، زاد عاود رجعها للبيت نتاعو، زاد بعد مدة زادت راحت، كي راحت يعني للخطرة الثالثة زاد عيط لها في التليفون، هضر معها مكالمة هاتفية هي وهو، قال لها راكي طالق. يعني ضوكا اسكو يقدر يرجعها ولا ما يقدرش يرجعها؟ أنت تعلم يا سيدي أن الرجل إذا تلفظ بالطلاق فقد وقع الطلاق. نعم أكيد. إذا تلفظ بالطلاق، وبالتالي هو لما قالها في الهاتف أنت طالق فقد تلفظ بالطلاق. يعني لا يهمنا في الهاتف، حتى لو كتب رسالة كتابية فالطلاق يقع بالكتابة. الآن طلقها ثلاثا، فهي تحرم عليه أبدا بينونة كبرى حتى تتزوج وتطلق ثم تريد أن تعود إليه بإرادتها. ولكن كاين حالة واحدة يجوز أن يراجعها، وهو أن ينظر في هذه الطلاقات الثلاث، هل كاين وحدة من هذه الطلاقات الثلاث طلقها في غضب جنوني، يعني يروح يجلس مع نفسه ويجبد هذوك الطلقات الثلاث. إذا كاين وحدة من هذه الطلاقات الثلاث طلقها في غضب جنوني بحيث لا يدري ما يقول، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، وفسر الإغلاق بانغلاق عقل الرجل. إذا وحدة من هذه الثلاث ولا هذه الثلاث كلها طلقها في إغلاق فطلاقه لا يقع. أما إذا كان خذا قراره وما وصلش درجة الإغلاق وما وصلش درجة الجنون فطلاقه يقع وقد حرمت عليه أبدا. بارك الله فيك الشيخ. الله يرضى عليك يا سيدي. الله يرضى. لأنه هو سأل برا كي يسأل برا قلت له انه مو تسأل أهل الذكر أهل العلم، ماشي تسأل في الطحطاحة كيما نقولوا. بارك الله فيك. وصحاب برا واش قالوا له؟
قالوا له ما دام يعني في الهاتف يعني ما تقعش. لا كي قال لي في حول الهاتف ولا ما قوة تقعش، قلت إلا له بالله. انا فاسالوا اهل الذكر، يعني شوف واحد اللي يقول مختص في الفتوى ماشي في الطحطاحه، يعني هو الله يرضى اخ عليك. ملتحي هكذا. على بالك البيع والشراء يصح بالهاتف، المعاملات كاع تصح بالهاتف. انت يا تتصل بالهاتف تسقسي على باباك، على يماك، على المدرسة، على الجامعة، على الدراسة، تتصل بالمحامي، يعني كيف، نعم. من أين جابوا باللي إلا الطلاق يستثنى من الهاتف؟ هذا سبحان كلام الله. غير صحيح. الله يرضى عليك. الله يكرمك شيخ، الله شكرا يا يحفظك، الله سيدي، يبارك الله فيكم. يعمر دارك وراك نفعت المسلمين. شكرا. إذا الطلاق يقع بالهاتف، الطلاق يقع لفظا، الطلاق يقع بالكتابة. الناس اللي تلعب بالطلاق هم يتصل يقول لك لا لا كتبت لها برك باش نخلعها، ما كاش، جده جد وهزله جد، ما كاش باش نخلعها. فهمتوا كيف؟ راك خلعت نفسك، لأن هذه أحكام شرعية ما فيهاش تلاعب، ما فيهاش رانا نقصروا. نحيو كلمة رانا نقصروا من الشريعة، ولكن قولوا لي كيفاه نديروا وحنا جيل كامل، جيل كامل ربيناه على اللعب، على اللعب. كي يحبوا يهضروا على الامير عبد القادر واش يقولوا؟ لقد لعب الامير عبد القادر دورا هام في تحرير الجزائر. الشهداء وما ادراك حطوا دمهم على الجزائر، روحوا تسمعوا. لقد لعبوا دورا هام، الشاهد فلان لعب دورا هام. الدور الهام لا يلعب، الدور الهام لا يلعب. ربوهم على لاعبة ولاعبة ولاعبة ولاعبة، خلاص ولات في راسهم يلعب بكل شيء حتى بالدين تاعو. أو قابل الدومينو أو في القهوة أو يرشم ويجبد المرأة تاعو، يا والمرأة حامل، المرأة في الدار مسكينة المغبونة معصبة راسها، تنقي له في البصل توجد له في العشاء ولا في الفطور، ما يعرف روحها بلي راه وجبدها في القهوة في الجلسة تاع الدومينو. واش لاغمو كيما القيدون تاع الموطو. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سائل يقول ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ جلسة الاستراحة ليست من سنن الصلاة، ليست من سنن الصلاة، فهمتوها؟ ليست سنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كبر في صلاة النافلة كان يتثاقل عند القيام، ولكن ما جعلها السنة، يتثاقل. لك إذا شيخ كبير، شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم مباشرة ويتثاقل، يجوز له ولا شيء عليه، وهذه مسألة طبيعية، ما يسحقش حتى يستفتي ولا راني شيخ كبير ما نقدرش نوقف، نتكى نتعطل شوية، أتثاقل عند القيام يجوز. ولكن ما نقولوش جلسة الاستراحة سنة في الصلاة، حتى ولو قاع يجيبوها تصيبوا شاب صغير لا باس به أصحيح بصحته ويقعد والإمام وقف وبدأ يقرأ في سورة الفاتحة، هذه بدعة، السنة في تركها. جلسة الاستراحة ليست من سنن الصلاة، بل السنة في تركها. والاستراحة هي طلب الراحة، وأصلها، أصل هذه الصلاة جلسة الاستراحة من جابوها من يقول بها، ما رواه أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري في الآذان. واختلف العلماء في هذه الجلسة، هل هي سنة مطلقا أم هي للحاجة؟ وإلى سنيتها ذهب الإمام الشافعي، وذهب جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة والمالكية إلى عدم سنيتها. حكاه ابن المنذر شكوان عن الصحابة عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد وعمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ومالك بن الحويرث، هذا اللي هو جلسة الاستراحة، زار النبي صلى الله عليه وسلم ومكث عنده 20 يوما فقط. بينما سيدنا عبد الله بن عباس يقول صليت وراء رسول الله 2000 صلاة، 2000 صلاة. اللي صلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام 2000 صلاة قال كان يقوم ما كانش يجلس، واللي صلى عند النبي 20 يوما أي صلى معه 100 صلاة بن الحويرث فقط. بينما سيدنا عبد الله بن مسعود صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم 2000 صلاة. إذن جلسة الاستراحة ليست من سنن الصلاة،
والناس اللي راهي تحتج بكتاب صفة صلاة النبي للألباني، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤخذ من هذا الكتاب، وإنما تؤخذ من أمثال الموطأ. فهمت كيف؟ إذن وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.